هنعمل النهاردة أكلة من الأكلات الحلوة جدا، وهي أكتر أكلة كمان بيتاكل نصها وإحنا لسه بنحمرها. كفتة الرز اللي دايما بيبقى عندنا مشكلة إننا ما ينفعش نعملها في البيت، إننا لازم نعملها عند الجزار. هنعملها النهاردة في البيت من غير مفرمة، في محضرة الطعام العادية، وهنعملها بمقادير مظبوطة جدا وبطريقة سهلة. هتطلع معاكم أحلى كفتة رز. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. المكونات اللي هنستعملها، أول مكون فيها وهو الرز. هنستعمل الرز المصري بتاعنا. مش بفضل إننا نستعمل الرز المطحون الجاهز. لما جربته قلت يعني أسهل على نفسي شوية، نتيجته ما كانتش مظبوطة وما طلعتش حلوة قوي، فهعمله بطريقتي العادية. هنجيب كوبايتين وربع من الرز، هنغسلهم وهننقعهم من 3 ل4 ساعات، وبعدين هصفيهم وافردهم على فوطة نص ساعة أو ساعة بالكتير، وهنلاقيه نشف على طول. بنحط على كل كيلو من اللحمة 600 جرام من الرز، يعني تقريبا كوبايتين وربع كبار. نعاير بقى بالكوباية الكبيرة أو المج الكبير اللي عندنا. وده الرز بعد ما نشف. في أي مطحنة بقى متوفرة عندنا هنطحن الرز. أنا استعملت مطحنة التوابل. مش هنملاها قوي بكمية الرز عشان يتطحن كويس. بعد ما نطحنه ممكن ننخله في المصفى السلك، واللي يطلع نرجع نطحنه تاني مع بقية الكمية. أو ممكن ما تعملوش خطوة النخل دي، هو أساسا اللي بيطلع مش قوي، مش كتير قوي، يعني بسيط، فمش مستاهل قوي إن احنا نطحنه تاني. وهنحتاج كمان للكفتة شوية حلوين من الخضرة، عودين 2 بس من البقدونس ومن الشبت، مش هناخد كتير، وهناخد الورق بس بتاعهم، وحزمة حلوة كبيرة كده من الكزبرة. هنغسلهم ونصفيهم كويس من ميتهم، وهنشيل منهم العيدان ونقطعهم. هنحتاج معاهم كمان بصلتين متوسطين، هنفرمهم أو نقطعهم لقطع صغير. وكيلو من اللحمة المفرومة، نجيبها قطعية من وش الفخدة، بتبقى حلوة قوي مع الكفتة. عايزينها لحمة حمراء وفيها نسبة بسيطة من الدهن، وتكون مفرومة وشين. والتوابل اللي هنستخدمها: معلقة صغيرة ونص من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، واختياري معلقة صغيرة من الشطة، ده طبعا للي حابب. وهنحتاج كمان لشوية توم حلوين، هنفرمهم وهناخد منهم معلقة كبيرة. في محضرة الطعام هنحط البصل والخضرة، المفروض نحط معاهم التوم، بس أنا نسيته فهحطه في الآخر. هنخلطهم مع بعض الأول، وبعدين هنضيف عليهم اللحمة، وهنرجع نخلطهم مع بعض تاني لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها كويس. خطوة فرم البصل والثوم إننا نفرمهم الأول لوحدهم، وإننا نقطع الخضرة، ده بيسهل علينا في الفرم، وإن كل المكونات تتخلط مع بعضها كويس. هنخلطهم مع بعض كويس لحد ما يبقوا بالشكل ده. ولأن محضرة الطعام مش هتكفي كمية اللحمة والرز كلها، فهنحطهم في طبق وهنضيف عليهم كمية الرز والتوابل. هنخلطهم كلهم مع بعض بإيدينا أو بالمعلقة، المكونات بس تمتزج كلها مع بعضها. ودي معلقة التوم اللي نسيتها، والمفروض إنها تتحط في الأول، فرمتها وهحط منها معلقة كبيرة وهخلطها معاهم. هنقسم الكمية ونحطها في محضرة الطعام على قد ما تاخد معانا الكمية، وهنخلطهم كويس جدا لحد ما تبقى معانا بالشكل ده كده. عجينة متماسكة، مش ناشفة ولا طرية، ومش بتلزق في الإيد، حتى من غير زيت مش بتلزق، مظبوطة وقوامها حلو جدا. هنحتاج لطبق فيه شوية زيت، وندهن ايدينا بيه وقت ما نحتاج، وهنشكلها بالحجم والشكل اللي احنا عايزينه. هناخد قطعة متوسطة وهنكورها بين ايدينا، نطلع منها الهواء، وبعدين نشكلها بين ايدينا، او ممكن على رخامة، هتظبط برضو معاكم كويس جدا. اعملوها كلها بحجم واحد، صغير او كبير زي ما تحبوا. اهم حاجة ما يكونش فيها اي تشققات تفتح معانا في الزيت واحنا بنقليها. عجينة الكفتة بالمكونات دي بتطلع مظبوطة جدا، قوامها ولونها كلها بتطلع حلوة ومظبوطة جدا، وبتبقى سهلة قوي في التشكيل. هنخلص تشكيل الكفتة كلها، وهنكون مجهزين حلة فيها زيت يسخن وهنحط فيه الكفتة. أهم حاجة بس إن احنا نحط بسرعة علشان كلها تاخد لون واحد، وهنسيبها ثواني بس ونقلبها على طول، ما بنسيبهاش من غير تقليب عشان تبقى كلها نفس اللون.
هنطلعها على مصفى أو على شبكة، بلاش نستعمل مناديل عشان ما تطراش وتفضل معانا مقرمشة. هنحمرها لحد ما تبقى معانا باللون الذهبي الحلو ده. الكفتة كلها مفيش حاجة فيها فتحت ولا شققت، حلوة جدا وطالعة مظبوطة كويس قوي. يفضل طبعا إننا نحمرها كلها مرة واحدة، ونخزنها في أكياس أو علب محكمة الغلق في الفريزر، ونطلع منها على الاستخدام على طول. أنا هعمل منها شوية دلوقتي. في حلة أحط معلقتين كده حلوين من السمنة، ويا سلام بقى لو في حتة ليا نستخدمها بدل السمنة، نفرمها ونحطها، بتدي طعم رائع للكفتة. هنسيبها تسيح وهننزل عليها ببصلة متوسطة مفرومة، هنقلبها في السمنة تقلبتين بس تتشوح، وهنحط عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هنشوحهم مع بعض ريحة الثوم بس تطلع، وهننزل عليهم بعصير طماطم ومعلقتين من صلصة الطماطم. كمية الطماطم اللي هنستعملها على قد كمية الكفتة اللي هتحطوها. وعليهم هنضيف التوابل، معلقة صغيرة من كل حاجة، من الملح والكمون والكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والسكر، واللي حابب يحط شوية من الشطة ده زي ما يعجبكم. نقلب المكونات كلها مع بعضها ونظبط طعم الملح، ونغطيها ونسيبها تتسبك شوية لحد ما تبقى بالشكل ده. احنا مش عايزينها متسبكة قوي أو الطماطم تبقى ناشفة قوي، عايزينها يبقى فيها صوص شوية كده. هنضيف عليها شوية صغيرة من المية السخنة أو الشوربة، هنسيبها لحد ما تغلي وبعدين نحط فيها الكفتة. كمية الشوربة أو المية اللي بنحطها مش كتير قوي، عايزين الصوص يبقى ليه قوام تقيل، ما يبقاش خفيف قوي وصايص كده. هنسيبها بقى تغلي غلوتين بس مش أكتر، هي ما بتسيبهاش كتير على النار، هي بتستوي بسرعة، عكس الكفتة لو هي معمولة بلحمة جملي بتاخد وقت أكتر في التسوية. نقدمها بقى وهي سخنة مع رز أبيض أو رز بالشعرية، ممكن كمان نقطع معاها مكعبات بطاطس ونحطها تستوي معاها. بس لو هتحطوا البطاطس يبقى بعد ما نقلي الكفتة نحط البطاطس في الزيت تاخد بس نص قلية، وبعدين نطلعها ونحطها مع الكفتة في الصلصة، بيبقى طعمها تحفة. الكفتة طالعة حلوة جدا، قوامها مظبوط جدا وهشة ومش مكتومة من جوه، ومستوية كويس وريحتها حلوة جدا. أتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وبألف هنا على قلوبكم مقدما، واشوفكم على خير.